البوليس غيجيو يديوني. راه هادشي اللي كيوقع. ديك النهار انا كنت كنسب بنتي وبيني وبين بنتي وجا وكلشي ناض كيقول لهم الحبس، جاو البوليس داوني. اجي خذوها سيروا تسبوها يحميهم الله وديروا لها اللي بغيتو. السلام عليكم خوتي المغاربه، تحياتي لكم جميعا داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وما يخصكم حتى خير، وعيد مبارك سعيد على الناس وعلى جميع الامه الاسلاميه. خوتي العزاز، بلا ما نطول عليكم، قبل ما نبداو الفيديو ديالنا اللي اول مره يشوفنا ولا اول مره يشوف القناه ديالنا، ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك، على زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. غادي نطرحوا مواضيع اللي هي جد مهمه، غادي نوليو كما كنا ان شاء الله. اللي مازال ما عرفنيش خوتي العزاز، وبعدا شكرا للناس اللي تنضموا للقناه جداد، تحياتي لكم، مرحبا بكم. هذه راه القناه ديالكم. وخوتي العزاز اللي ما كيعرفنيش، راني كنت قديم في اليوتيوب غير شهيد الظروف في احكام. كانوا عندنا الخدمه، كانوا عندنا بزاف ديال الحوايج، ما نقدروش نديروا الخدمه مع اليوتيوب. خوتي العزاز حنا ما كنسترزقوش من اليوتيوب، حنا غير كيعجبنا المواضيع اللي هي مهمه. قبل ما نبداو الموضوع ديالنا وقبل ما تشوفوا الفيديو ديال هويام ستار اللي زادت فيه خوتي العزاز، كفرت هاد السيده، راه كفرت، مابقاش تامن بالله، بغات تولي ملحده، بغات تمشي عند اسرائيل تبوس لهم رجليهم. المهم خوتي العزاز بغات تخرج من المغرب بايتها طريقه. دخلها الصاد خوتي العزاز، غير اللي يكون في العلم ديالكم انها جاها استدعاء من عند الشرطه اللي هي راه ما بغاش تقولها لكم اخوتي العزاز، وعارفه راسها بانها غادي تعتقل. جا واحد الاستدعاء من الشرطه ودخلها الصاد وعارفه راسها غادي تمشي للحبس، لذلك قالت هذه الهضره هذه خوتي العزاز. ونتمنى خوتي العزاز تفهموني، يعني ماشي حقره ولا شي حاجه، ولكن انا غادي نبقى في هذا الموضوع هذا حتى يتم الاعتقال ديال هذيك السيده، لانها خوتي العزاز ماشي هبيله. اللي هبيله ما تعرف تاكل، ما تعرف تشرب، ما تعرف تشد التليفون، ما تعرف تشد الفلوس، ما تعرف تشد البورطابل، بزاف ديال الحوايج خوتي العزاز، غير باش نكونوا السيده هذه طغات لواحد الدرجه ما تصورش. كل نهار تزيد في فيديو، اللي حرها في المغرب، اللي حرها في الملك، واللي حرها في الدوله خوتي العزاز. واش دارت لك الدوله، واش داروا لك؟ شوفوا الا تعقلوا خوتي العزاز على واحد الفيديو قديم راه شي 3 سنين ولا، خرجت وكتقول لهم باللي ديروا الكيت بعد اخوتي اللي حدا ولادو واللي حدا الوليدات ولا يدير الكيت باش غادي نسمعوا هذا الفيديو هذا. خرجت وقالت بان البنت ديالها هي اغتصبوها وديروا لها حاشاكم الله وفعلوا لها وتركوا، نوضوا جمعيات داروا بها شكايه، تم الاعتقال ديالها خوتي العزاز، داوها للسبيطار وتم الاعتقال ديالها. من بعد ضربت واحد النهار ولا يومين وخرجت، ودرك ولات تكرر هذا الشيء، تكرار خوتي العزاز. ولكن راه عارفه راسها باللي غادي تعتقل. وزاد عليها وزادت عليها واحد الفيديو اللي دارته قبيله، خلات يعني تحرض على الحريق وتحرض على بزاف ديال الحوايج. وزيد عليها خوتي العزاز واحد الفيديو اخر اللي دارته البارح اللي غادي تسمعوا درك. بقاو معايا باش تعرفوني على مراني كامل. بغيت ماما السؤال في الشريعه يا ربي كان الاسلام كان كل شيء ما ربي ماما غلط يا ربي اليوم يا ربي حرام عليك كيف في هادشي اللي انت موجود غير معجزه عندك ديال ماما عندك ديال ماما غادي تفرح عليكم نعطيكم الكونسير هادشي كامل حيت قلت الملك عاوني دخل في حياتي. خوتي العزيزه كفرت خوتي العزيز بغات تخرج من المغرب بس تزيد تضرب في المغرب. الهضره الكامله اللي قلتها لكم ها هي. البوليس غيجيو يديوني. راه هادشي اللي كيوقع. ديك النهار انا كنت كنسب بنتي وبيني وبين بنتي وجا وكلشي ناض كيقول لهم الحبس، جاو البوليس داوني. البوليس اي جمعيات فاش الراي العام كاينه المخزن تيبغي يبين راسو راه خدام، واخا تكون مظلومه يتبدا عليك الخنس باش تفطري الحبس. هادوك اللي تيقطعوا الباسبورات قسما بالله اللي كنقول ولاد الحرام كيبيعوا الاصل ديالو، ولكن تاكدت ان عندهم الصح. عمركم اللي تنحرقكم بالله راني حمقى وتنطيح على رجليهم، غادي تمشي لاسرائيل اليهود ونطيح لهم على رجليهم نبوسهم ماشي غير رجليهم. غادي لكم وتبعدوا مني ولاد القحال، اللي تنوري لكم وجهكم في المرايه. اسمعوا خوتي العزاز، سمعتوا؟ يعني هي كفرت الله يستر ويحفظ، ما امنتش بالله. وهاد الناس اللي غادي يبقاو يدخلوا عندي ويقولوا لي لا راه تاكل كنينه مش انا ولا راه كذا ولا ما راهش في الحاله ديالها، صلى الله عليكم حتى نتوما. وهاد الناس اللي شفت واحد اللايف ديالها، واحد الناس اللي هي كيتصلوا بها كيحرضوها انها تهرب من المغرب، دوك الانفصاليين كيقولوا لها خصك تهربي من المغرب وديري الباسبور ديالك وتهربي من المغرب، وحوش الشكامه ديالها وبزاف زيد وزيد. هادو كاع راهم بحال اخوتي لا يشرفون
اي بنت مغربيه ما تشرفناش دير بحال هكا ولا تتبع هاد السيده هذه خوتي العزاز. لا للعاطفه دوك الولاد جمعيات راهم خرجوا جمعيات داروا بها شكايه بعدا، دوك الولاد خصها يبعدوا منها، انها هي ماشي مراه بغات تهرب ولادها وشوف كي كدير لولادها. وغادي تسمعوا دركي الفيديو اللي هو كان قديم نتاع بنتها، سمعوا خوتي ديروا الكيت وبعدوا على الناس وبعدوا على والديكم اللي حداكم شي والد. انا غنمشي نعيش حياتي، قوضوا علي حياتي، قوضوا عليا، اجي خذوها سيروا اغتصبوها يحملوها من الله وديروا لها اللي بغيتو، حيت نتوما ولاد الكلاب، خذوها قوضوا عليا. انا ما بقيتش مع هاد الشيء، كنتلاقى ربنا خذوا كلشي. انا غنزال نتوما نقوض الامارات وغنمشي نعيش حياتي فوق السب، ديما المخدرات وديما الشراب وديما ضحكه وديما ناشطه كيما داير باها كندير حتى انا، كيما دار باها غندير. انا ريت انا صحتي كتمشي. شتو خوتي العزاز لانها مالفه داكشي كدير في الامارات وفي السعوديه. هاد الانسانه هي فاسقه خوتي العزاز، ما كتستاهلش دوك الابناء، غير باش تكونوا على يقين. هذه كفرت بالله وسبت الملك وسبت الدوله، لا دين لا من قطع يديها من يد الرحمن. غير باش تعرفوا هاد الانسانه دخلها الصهد وعرفت راسها بلي غادي تعتقل، وعرفت راسها بلي غادي يجيو يعني في اي لحظه غادي يجيو ويسورتوها وراها كدير بحال هكا. باش تعرفوا هاد الاخت هذه هي راها فاجره، لا علاقه لها لا بالام ولا بشي والو خوتي العزاز. غير دارت سباب الماء ودارت سباب الاخر ودركي راه خرجت تنجد تقول لهم انا ما كنتش في حالتي، عارفيني مريضه وعارفيني الناس مريضه، واللي غير الفم غير فمو ما جا عارفيني مريضه وكناكل دوايا والبوليس عارفين هذا الشيء. يعني اي واحد يخرج مريض، وهذوك الناس اللي مرض كاع في السبيطار الهبه كيخرجوا يضربوا في الملك ولا في الدوله، يعني كاع هاد الناس اللي غادي يبقاو يديروا السبابه اني مريضه وكذا وكناكل الدواء غادي يبقاو يخرجوا يضربوا في الدوله وفي مالكنا وكذا. ضربها على الدو، ما خلات ما قالت في الدوله، ما خلات ما قالت في البوليس، ما خلات ما قالت في سيدنا، ولكن مع ذلك راها باقيه تما خوتي العزيز. ولكن عرفنا بانها جاتها شكايه يعني كما نقولوا راه عارفه حتى هي بانها جاتها شكايه، وعارفه راسها بلي غادي تمشي تقدم، وعارفه راسها بلي غادي تمشي للحبس، لان ناضوا لها جمعيات وداروا بها شكايات خوتي العزيز. كانوا داروا بها هذه شحال شكايه على البنت. راكم سمعتوا واش كاين شي واحد الام اللي واحد الطفله كانت في العمر ديالها شي 6 سنين ولا 5 سنين كتقول لهم ها هي دخلوا عليها اغتصبوها من اللور؟ حاشاكم خوتي العزاز، واش هذه انتم هاد الناس اللي كيهضروا معاها انتوما راكم دايرين بحالها وكتشجعوها وتقولوا لهم ما ديوهاش في هذوك القنوات الصرف الصحي، وقالت لك اسيدي انا غادي نتابع هذوك الناس. هي بداتها براسها بفمها قالت انا ما نقدرش نمشي عند البوليس. الا مشات عند البوليس واش غادي تقول لهم خوتي العزاز؟ غادي تقول لهم بان انا كنت في واحد الحاله هستيريه ودرت فيديو غير بالكيلوط عريانه وبقيت نسب الملك ونسبكم نتوما. يقول لها اجي لهنا السلام عليكم. فهمتوني يا خوتي العزاز؟ ما تقدرش تمشي عند البوليس، هي عارفه راسها بلي ما تقدرش تمشي عند البوليس، وقالتها في واحد المكالمه هاتفيه. دوك الناس اللي كيهضروا معها وحده تحرضها تقول لها قطعي الصوت روحي دير الباسبور وحرقي، وبغات تحرق ولادها قالت لك فهمت، لانها عارفه راسها بان غادي تخرج المغرب. كما قلت لكم انا الاول قلتها لكم هذه الهضره ومازال غادي توقفوا عليها، انها غادي تخرج ارض المغرب خوتي العزاز، لان هذيك ماشي مغربيه حره، وغادي تبقى تضرب في الاعراض نتاع المغاربه وتضرب في المغاربه وغادي تضرب في الدوله ديالها وغادي تملي انفصالها ومازال غادي دير اللجوء السياسي. هذه خوتي العزاز عقلوا على هذه الهضره، لان اصلا ما غاديش يحتاجها المغرب هذه، يعني باش يعني اصلا خصها هذه خصها تحيد عليها اليوتيوب، خصها تحيد عليها السوشيال ميديا، كل شيء خصو يتحيد عليها هذه السيده هذه، انها دخلت الفلوس خوتي. داك حمزه اللي كان خدام في داك الصحفي هو اللي دار لها القناه هو اللي كذا، وكانت غير طلب خوتي العزاز، كانت كاريه واحد الكراج بكري تعقلوا عليها ما حناش نستشفى، ولكن بقات يا خوتي شكون اللي طلعها؟ المغاربه. المغاربه اللي راه تسبكم نتوما، اللي راه كتسبكم نتوما اللي طلعتوها، لان العقل عليها كانت دايره واحد الفرونه جرى عليها راجلها من الامارات ولا تريفولي، بقات قاعده حدا واحد الكراج حدا واحد هي والبنيه ديالها، عاد داك الراجل ما كانش كانوا مربينه ما عندهاش الكبده. طلبت وقالت لهم شوفوا لي غير كراج، انا خصني غير كراج فيه الناس وكذا، قلت لهم غير كراج فيه الناس. ومن بعد خوتي العزاز جا قال لي غادي نعاونك ندير لك واحد القناه ودير لهم محتوى، صافي خرجت لها الرقص الوشام. هي في الاول كانت دايره المحتجبه وانها تقرا القران وكذا، الرقص والوشام والشطيح والعراء، وخرجت لها والناس بقاو متبعينها، وهي هذيك خوتي حتى اليومين هذا وصافي طغات على المغاربه. وهذا هو اللي قال لك بنادم من تعلفوا راه يخرج عليه. خرجت عليهم خوتي العزاز، بقات تسبهم لحقاش ضاقت الفلوس. هي تبغي لوطيلات وتبغي كذا وتبغي الشراب، قالت لك انا ما نشرب ما ندير غير البارح كانت شاده خوتي. حنا خاطينا ما هادشي، حنا على يعني بلاد الوقر
الملك ديالنا خصها توقروا. كاين في الدستور خوتي العزاز اللي دار بحال هذا الشيء هذا يعاقب عليه القانون. هذا غير باش تكونوا على علم انه جات واحد الاستدعاء وتم الاستدعاء ديالها مع سيد الميلود مع العيد كذا، راهم غادي يتم الاعتقال ديالها. وانتظروا شي فيديو جديد اخر باش غادي تعرفوا الحقيقه خوتي العزاز. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.